نعم. والشيطان يضل بني آدم. انظروا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سد الباب من جهة المكان فلا يصلى عند القبر، وسد الباب من جهة الزمان فلا يصلى عند طلوع الشمس وعند غروبها خشية أن يتشبه بعباد الشمس. نعم. والشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته، فمن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها كما يفعل أهل دعوة الكواكب فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور، ويظن أنه الكوكب الذي يسجد له أو الشمس وهو شيطان. نعم. فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور، ويسمون ذلك روحانية الكوكب وهو شيطان. نعم. والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض مقاصده فإنه يضره أضعاف ما ينفعه. الشيطان قد ينفع الإنسان في بعض مقاصده، لكن المضرة أكثر وهي ضياع الدين والشرك بالله عز وجل. فإذا كان الشيء فيه مصلحة قليلة وفيه مفاسد كثيرة فإنه يحرم ولا ينظر إلى ما فيه من المصلحة القليلة. نعم. والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض مقاصده فإنه يضره أضعاف ما ينفعه، وعاقبة من أطاعه إلى شر إلا أن يتوب الله عليه. من أطاع الشيطان فلا شك أنه خاسر وأن عاقبته إلى شر إلا أن يتوب. والشيطان لا يقف عند حد، ولهذا قال جل وعلا: لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان يتدرج بالإنسان شيئا فشيئا حتى يوصله إلى النهاية في الكفر والإلحاد. يقنع منه في أول شيء باليسير يؤسس معه، ثم ينتقل شيئا فشيئا حتى النهاية في الكفر. نعم. وكذلك عباد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين. هذا سبق أنه ما يحتج بحصول المقصود والحاجة، ما إذا كانت الوسيلة والعمل شرك لا يحتج بحصول الحاجة وحصول المقصود. فإن الشيطان أيضا يأتي إلى عباد القبور يخرج عليهم بصورة الميت ويخاطبهم، ومن يعبد الصنم يأتي ويدخل في الصنم ويخاطبه يظن أنه الصنم وهو شيطان. وهكذا الشيطان عنده مقدرة لا يراها الإنس ولا يقدر عليها فيغر بني آدم. نعم. وكذلك من استغاث بميت أو غائب، وكذلك من دعا الميت أو دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوت والمساجد. فإن الشيطان يتمثل له ويخاطبه ويظن أن هذا هو الميت خرج إليه وقضى حاجته، وهو الشيطان، لأن الميت ما يخرج من قبره ولا يرجع إلى الدنيا أبدا، إنما هذا هو الشيطان يخرج له. نعم. ويروون حديثا هو كذب باتفاق أهل المعرفة، وهو إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. سبحان الله، هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينهى عن الشرك ويسد كل الوسائل المفضية إليه، يهدم هذا كله بهذا الكلام فيقول إذا أعيتكم الأمور يعني أعجزتكم الأمور فعليكم، هذا حث عليكم بأصحاب القبور. هذا يصدر من نبي؟ لا يصدر هذا من عالم محقق، بل لا يصدر هذا من عامي مسلم، فكيف يصدر من نبي؟ كيف يصدر من خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم؟ فهذا علامات الوضع عليه ظاهرة على متنه، وسنده موضوع أيضا متنا وسندا، ومخالف للقرآن والسنة. نعم. ولكن يتمسك به من يتمسك. نعم. ويرون حديثا هو كذب باتفاق أهل المعرفة، وهو إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وإنما هذا وضع من فتح باب الشرك. هذا الحديث من وضع من فتح باب الشرك للناس، وليس حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولا يصدقه مسلم فعامي فضلا عن العلماء، إن هذا حديث عن الرسول الذي مكث 23 سنة ينهى عن الشرك ويأمر بتوحيد الله، يأتي بهذا الحديث الذي يهدم كل دعوته، حاشا وكلا. نعم. ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين بهم من عباد الأصنام والنصارى والضلال من المسلمين أحوال عند المشاهد يظنونها كرامات وهي من الشياطين. نعم، عند المشاهد يعني عند القبور، هي تسمى مشاهد ولا تسمى مساجد. نعم. مثل أن يضعوا سراويل عند القبر فيجدونها قد انعقد، سروال مفتوح يجدونه قد انعقد، من اللي عقده؟ السروال نفسه انعقد؟ لا، هذا الشيطان عقده ليغرهم. نعم. أو يوضع عنده مصروع فيرون شيطانه قد فارقه، أو يأتون بالمصروع إلى القبر فيرون شيطانه قد فارقه ويقولون هذا ببركة الولي، وهو شيطان خلى عنه، كان ملابسا له ثم خلى عنه لأجل يغرهم، لأجل أن يغرهم والعياذ بالله. نعم. يفعل الشيطان هذا ليضلهم. نعم. وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا. هذا من علامات بطلان خوارق الشياطين، أنها إذا قرأ القرآن بطلت وتعطلت. نعم. فإذا قرأت آية الكرسي بطلت هذه الخرافات والخوارق الشيطانية، هذا من علامة أنها ليست كرامات. نعم. وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا، فإن التوحيد يطرد الشيطان. ولهذا حمل بعضهم في الهواء فقال لا إله إلا الله فسقط. نعم، حمله شيطان، فلما على فطرته قال لا إله إلا الله سقط على الأرض وهرب الشيطان وتركه. نعم. ولهذا حمل بعضهم في الهواء فقال لا إله إلا الله فسقط. ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق فخرج منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان، وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع. رحمه الله وضح غاية الإيضاح. نعم. ولكن يعتذر بضيق الموضع. نعم. ولا عنده أكثر من هذا. نعم. ولما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، صارت الشياطين كثيرا ما تأوي إلى المغارات والجبال. وتقارن هؤلاء تأوي إلى المغارات والجبال والكهوف، وتقارن هؤلاء الذين يختفون فيها. نعم. مثل مغارة الدم التي بجبل قاسيون، وجبل لبنان الذي بساحل الشام، وجبل الفتح بأسوان مصر، وجبال بالروم وخراسان، وجبال بالجزيرة وغير ذلك. نعم. يبحثون عن الكهوف في الجبال يختفون فيها من أجل أن يدبروا أمرهم ضد المسلمين وينفثوا سمومهم التي في صدورهم. ومنه شيخهم في هذه المغارات الشيطان، شيخهم الشيطان سول لهم وأملى لهم، نسأل الله العافية. نعم. وجبل اللكام، وجبل الأحيش، وجبل سولان قرب أردبيل، وجبل شهنك عند تبريز، وجبل ماشكو عند أقشوان، وجبل نهاوند، وغير ذلك من الجبال التي يظن بعض الناس أن بها رجالا من الصالحين. هذه المشكلة، يظنون أن بها رجال من الصالحين، من رجال الغيب اللي يسمونهم رجال الغيب، وهم شياطين يمكن يتصورون لهم ويجونهم صورة رجال ويجلسون معهم ثم يلقنونهم هذه الأفكار الخبيثة. لأن الشيطان إذا انقطع الإنسان عن إخوانه المسلمين تسلط عليه، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعة ونهى
عن الانفراد، وقال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وإن الشيطان ذئب الإنسان، فالمسلم يكون مع المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولذلك شرع الله لنا الاجتماعات في العبادة، الصلوات الخمس، الجمعة، في الأعياد، في عرفة، اجتماعات نجتمع فيها المسلمون، ما كل واحد يروح الجبل ولا الغار ويقول أنا أعبد الله. لما قيل لابن عباس رضي الله عنه إن رجلا يصلي الليل ويصوم النهار دائما وابدا لكنه لا يشهد الجمعة ولا الجماعة، قال هو في النار، قال هو في النار. وأنتم تسمعون في كل خطبة وعليكم بالجماعة، هذا حديث، هذا نص حديث، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ في النار. نعم. وغير ذلك من الجبال التي يظن بعض الناس أن بها رجالا من الصالحين من الإنس ويسمونهم رجال الغيب. رجال الغيب وهم شياطين، رحمه الله ما أوسع اطلاعه وما أعظم نصحه للمسلمين. نعم. وإنما هناك رجال من الجن، فالجن رجال كما أن الإنس رجال، كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. الجن لهم رجال يظهرون صورة رجال. نعم. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وشيطان الإنس أخطر على المسلمين من شيطان الجن. يقولون شيطان الإنس لهم شياطين، شياطين الجن شياطين الإنس والجن، قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فأخبر أن للإنس شياطين، هم أخطر من شياطين الجن، لأن شيطان الجن إذا ذكرت الله فر، أما شيطان الإنس إذا ذكرت الله مرة ذكره 100 مرة وهو على ما هو عليه من الضلال ولا يذهب، فهو أخطر على الناس منه. فالضالون من الإنس أشد من الشياطين الجن. نعم. ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعراني جلده يشبه جلد الماعز، فيظن من لا يعرفه أنه إنسي وإنما هو جني. نعم. هل الإنسي يكون بلون الماعز أو صورة الماعز؟ هذا شيطان. نعم. ويقال بكل جبل من هذه الجبال 40 الأبدال. والأبدال ليسوا هؤلاء، ورد فيهم أثر، والأبدال سموا أبدالا لأنهم يخلف بعضهم بعضا، وهم رجال صالحون وقليلون في القرون يصح فيهم الأثر، وهم ليسوا هؤلاء رجال صالحون علماء. نعم. ويقال بكل جبل من هذه الجبال 40 الأبدال، وهؤلاء الذين يظن أنهم الأبدال هم جن بهذه الجبال، كما يعرف ذلك بطرق متعددة. نعم. وليسوا الأبدال. نعم. وهذا باب لا يتسع هذا الموضع لبسطه وذكر ما نعرفه من ذلك، يكفينا ما ذكرت. نعم. فإنا قد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه في هذا المختصر. اطلاع الشيخ شيء عجيب، وإحاطته بالأخبار والأشياء، فتح الله عليه فتحا عظيما. نعم. وهذا ببركة العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله. نعم. فإني أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع، وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها. نعم. الشياطين من باب الغش لبني آدم وإغوائهم يخاطبونهم من خلال بعض الجمادات أو بعض الأشجار والنباتات، ويظن أن النبات نفسه أو الشجر نفسه هو الذي يكلمه، مع أن الذي يكلمه شيطان متلبس هذه الشجرة أو هذا النبات. فالأمر خطير جدا،
وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر وتقول هنيئا لك يا ولي الله، فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك. إذا أحس بذلك وسمع هذا الصوت فإنه يلجأ إلى الله ويقرأ آية الكرسي التي تطرد الشياطين، ولا تقرب من قرأها فيذهبون. لو كانت كرامات ما ذهب، وإنما هي خداع من الشيطان، فإذا قرأ آية الكرسي فإن الشيطان يهرب وينهزم. فهي حصن للمسلم آية الكرسي وغيرها من القرآن، لكن هي بالذات حصن للمسلم تحصن بها من الشياطين. وأعرف من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول خذني حتى يأكلني الفقراء، ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخل في الإنس ويخاطبه بذلك. تلبس بالطيور ويتلبس. الشيطان أعطاه الله قدرة على هذا كالذي يتخبطه الشيطان من المس. أعطاه الله قدرة على ملابسة الناس والدواب، يتكلم على ألسنتها ويظن الناس أن هذا نفس المخلوق هو اللي يتكلم، مع أنه هو الشيطان. ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق حتى يرى نفسه خارجه وهو لم يفتح، وبالعكس يحمله الشيطان يظن هذا كرامة أنه طلع من البيت بدون فتح الباب، ويظن أن هذا كرامة، مع أنه من الشيطان، حمله الشيطان. الشيطان عنده مقدرة يدخل في البيوت ويخرج منها وهي مغلقة، يدخل ويخرج وهي مغلقة، ويحمل معه هذا المغرور ويظن أن هذه كرامة له. وكذلك في أبواب المدينة، وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة، أو تمر به أنوار، أو تحضر عنده من يطلبه، أو تتشكل على شكل أنوار، ويظن من هذا ملك، أو أنها يظن من هذا الأنوار أنها ملائكة، ومن شياطين تتلون كالغيلان. أو يحضر له من يطلبه، مثلا له ابن أو قريب بعيد بينه وبينه مسافات، وهو مشفق على رؤيته، ينتهي الشيطان من هذا الشيء فيحضر هذا الشخص، يحمله في الهواء ويحضره عند قريبه، ويظن هذا المخدوع أن هذه كرامة له. أو تحضر عنده من يطلبه، ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبه. إلا أنه يحضر الشخص البعيد ويحمله، وإما أنه لا يحضره لكن يتصور بصورته، لأن الشيطان يتشكل أشكال مختلفة، قد يتشكل بشكل إنسان، يتشكل بشكل حيوان، بشكل طير، أشكال مختلفة. فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ذهب ذلك كله، لأنها حصن من الشيطان. إذا وفقه الله وأحس بهذه الأمور إنه لا يغتر بها، بل يخاف أن تكون من الشيطان، فيبادر بالتحصن بآية الكرسي ويقرأها فيذهب عنه الشيطان. وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له أنا من أمر الله، ويعده بأنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له أنا من أمر الله، ويعده بأنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. المهدي الذي يخرج في آخر الزمان من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من آل الحسن بن علي رضي الله عنهما، فيقيم الدين ويجاهد في سبيل الله وينشر العدل في الأرض.
هذا سيحصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عنه ولا بد أن يقع. ومن علامات الساعة، ومن علامات الساعة قبل ظهور الدجال، قبل ظهور الدجال من علامات الساعة الكبار. فالشيطان ينتهز هذا ويقول لها أنا المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شيطان مريد. نعم. ويعده بأنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعد الشخص نفسه يقول أنت المهدي. وكم حصل هذا لكثير ممن ادعوا المهدوية، ادعى المهدوية كثير من الناس، تبين أنهم كذبة، وأن ما حصل لهم إنما هو من الشيطان غرهم بذلك. نعم. ويعده بأنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر له الخوارق، مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء، فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يمينا أو شمالا ذهب حيث أراد، وإذا خطر بقلبه قيام بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه في الظاهر. حذر له الأشياء هذه اللي تخطر بباله، يحذرها له بالغرور والعياذ بالله. نعم. وتحمله إلى مكة وتأتي به، تحمله الشياطين إلى مكة ويظن أن هذه كرامة من الله عز وجل، مع أنها أعمال شيطانية يطيرون به في الهواء، ولا يحتاج طائرة ولا سيارة ولا شيء، فيظن أن هذه كرامة من الله عز وجل، وهي في الحقيقة شيطنة وغرور من الشيطان. نعم. هذا كله يدل على أنه لا يغتر بهذه الأشياء ولا ينخدع بها، ويجب التثبت فيها ومعرفة الحق من الباطل فيها، تمييز بين ما هو صحيح وما هو كذب من خلال الكتاب والسنة وأحوال الشخص الذي تجري على يديه وتصرفاته. نعم. هم كل من ظهر على يد شيء من هذه الأمور يبادر وينوه عنه ويظن أنه المهدي، أنه كذا، أنه عيسى بن مريم، أنه كم من ادعى أنه عيسى بن مريم من الكذب والخداع. نعم. وتأتيه بأشخاص في صورة جميلة وتقول له هذه الملائكة الكربيون. الكروبيون المقربون من الملائكة، الكروبيون هم المقربون من الملائكة، ولا الملائكة المقربون وهم حول العرش. الشيطان يغر الإنسان ويأتيه بصورة جميلة ويقول أنا من الكروبيين، أي من الملائكة المقربين. الشيطان لا يقصر في شيء من إضلال بني آدم، جميع الحيل وجميع الطرق، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يأتي من كل جهة يهلك هذا الإنسان، إلا من عصمه الله واعتصم بالوحي واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فيقول في نفسه كيف تصوروا بصورة المردان، فيرفع رأسه فيجدهم بلحى. يتصور يتشكل باللحظة، يكون على صورة أمرد ثم يكون على صورة ملتحي في اللحظة، ومن باب الفتنة والخداع. نعم. ويقول له علامة أنك أنت المهدي أنك تنبت في جسدك شامة فتنبت ويراها وغير ذلك، وكله من مكر الشيطان. وهذا باب واسع، لو ذكرت ما أعرفه منه لاحتاج إلى مجلد كبير رحمه الله. وقد قال تعالى فأما كثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن،
بل قد يسمع أن لأولياء الله كرامات وخوارق للعادات وليس عنده من حقائق الإيمان ومعرفة القرآن. هذا الذي ليس تام العلم يقع في هذا. نعم. وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن، بل قد يسمع أن لأولياء الله كرامات وخوارق للعادات وليس عنده من حقائق الإيمان ومعرفة القرآن ما يفرق به بين الكرامات الرحمانية وبين التلبيسات الشيطانية، فيمكرون به بحسب اعتقاده. فإن كان مشركا يعبد الكواكب والأوثان أوهموه أنه إن ينتفع بتلك العبادة ويكون قصده الاستشفاع والتوسل بمن صور ذلك الصنم على صورته من ملك أو نبي أو شيخ صالح، فيظن أنه يعبد ذلك الملك أو النبي أو الصالح، وتكون عبادته في الحقيقة للشيطان. قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فكل مشرك سواء عبد الحجر أو الشجر أو الأصنام فإنه إنما يعبد الشيطان، لأنه هو الذي أمره بذلك. الشيطان هو الذي أمره بذلك. نعم. بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين أكثرهم بهم مؤمنون. نعم. ولهذا كان الذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب يقصدون السجود لها، فيقارنها الشيطان عند سجودهم ليكون سجودهم له. ولهذا يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به المشركون، فإن كان نصرانيا واستغاث بجرجيس أو غيره جاء الشيطان في صورة جرجيس أو غيره ممن يستغيث به. وإن كان منتسبا إلى الإسلام وقد استغاث بشيخ يحسن به الظن من شيوخ المسلمين جاء في صورة ذلك الشيخ. وإن كان من مشرك الهند جاء في صورة من يعظمه ذلك المشرك. ثم إن الشيخ المستغاث به إن كان ممن له خبرة بالشريعة لم يعرفه الشيطان أنه يتمثل به بأصحابه المستغيثين به. وإن كان الشيخ ممن لا خبرة له بأحوالهم ونقل أقوالهم له فيظن أولئك أن الشيخ سمع أصواتهم من البعد وأجابهم، وإنما هو بتوسط الشيطان. ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا بصورة مكاشفة ومخاطبة، فقال: يريني الجن شيئا براقا مثل الماء والزجاج ويتمثلون له فيه ما يطلب منهم الإخبار به. قال: فأخبر الناس به ويوصلون إلي كلام من استغاث بي من أصحابي فأجيبه فيوصلون جوابي إليه. بريد يعني صاروا بريد. نعم. وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه الخوارق إذا كذب بها من لم يعرفها وقال: إنكم تفعلون هذا بطريق الحيلة كمن يدخل النار بحجر الطلق وقشور النارنج ودهن الضفادع وغير ذلك من الحيل الطبيعية. يتعجب هؤلاء المشايخ ويقولون: نحن والله لا نعرف شيئا من هذه الحيل. فلما ذكر لهم الخبير: إنكم لصادقون في ذلك، ولكن هذه أحوال شيطانية، أقروا بذلك، وتاب منهم من تاب الله عليهم لما تبين لهم الحق، وتبين لهم من وجوه كثيرة أنها شيطانية، ورأوا أنها من الشياطين لما رأوا أنها تحصل بمثل البدع المذمومة في الشرع وعند المعاصي لله ولرسوله، ولا تحصل عند ما يحبه الله ورسوله من العبادات الشرعية. الكرامات إنما تحصل عندما يحبه الله ورسوله من الطاعات والعبادات، وأما خوارق الشيطان إنما تحصل عندما يبغضه الله ورسوله من المعاصي والشرك. هذا الفارق بين المعجزة، هذا الفارق بين الكرامة وخارق الشيطان. نعم. ورأوا أنها من الشياطين لما رأوا أنها تحصل بمثل البدع المذمومة في الشرع وعند المعاصي لله ولرسوله، ولا تحصل عندما يحبه الله ورسوله من العبادات الشرعية. فعلموا حينئذ
أنها من مخارق الشيطان لأوليائه لا من كرامات الرحمن لأوليائه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. صلى الله وسلم على محمد سيد رسله وأنبيائه وعلى آله وصحبه وأنصاره وأشياعه وخلفائه صلاة وسلاما نستوجب بها شفاعته، آمين.